السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم الأيام كلها بخير يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة فيديو سريع جدا عن تسالي العيد. هنعمل كده الحمص وكمان الترمس والفول، هنعملهم بطريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. هنبدأ كده مع بعض بالفول. جبت كده ربع كيلو من الفول مغسول كويس جدا وطبعا منقياه. هنبدأ كده نحمره كده ونحمصه تحميصة جميلة جدا. طبعًا الفول طعمه لذيذ جدًا في تسالي العيد، عشان ضيوفنا طبعًا وحبايبنا. هيبدأ كده ياخد معايا اللون طبعًا المتحمّر الجميل ده، وهنبدأ كده نرفعه من على النار مع بعض، وهنروح طبعًا على الخطوة التانية كده. يالّا بينا. هنبدأ كده طبعًا ننزّله كده في بولة، علشان هنضيف له كده معلقة من الملح، وكمان كوبايتين كده يعني هنبدأ كده نغطيه طبعًا بمَيّة مغلية، وده بيسرّع معايا عملية يعني السِوَى بتاعه. إحنا كده هننقعه طبعًا لمدة 3 ساعات، ومعايا كمان ربع كيلو كده من الترمس، طبعًا منقياه برضه كمان غسلاه كويس جدًا، وهابدأ كده أنزل عليه برضه بمَيّة مغلية، أهم حاجة تكون المَيّة بتغلي معاكِ، بتسرّع طبعًا من عملية التسوية بتاعته، وبينفش معايا بسرعة. وكمان معايا كده ربع كيلو من الحمص، منقياه برضه كويس جدًا وغسلاه غسلة كويسة جدًا. نزلت عليه بمعلقة سكر، وكمان هاغطيه بالمَيّة المغلية، هاغطي عليهم كده لمدة 3 ساعات، وهنرجع كده مع بعض تاني. وصفة سهلة جدًا وبسيطة جدًا، هنجربوها كده لتسالي العيد، كل سنة وأنتم طيبين. طبعًا أنا كده سِبتهم 3 ساعات وأكتر كمان، يعني كمان ربع ساعة كده. ما شاء الله خلاص نِفِش معايا، هنبدأ كده نغسلهم غسلة كويسة جدًا. وكمان الفول ما شاء الله ادّى لون كده عشان إحنا محمّرينه، استوى معايا. هنبدأ كده نغسلهم كويس جدًا ونرفعهم على النار، في مَيّة كده بتغلي على النار، وفي حلة نزلت كده بالترمس والحمص كمان. طبعًا أنا غسلتهم كويس جدًا غسلة كويسة تحت الحنفية كده، طبعًا تحت حنفية أو مَيّة جارية كويس جدًا من مَيّة النقع. وكمان بدأنا كده رفعناهم على النار، وأي طبعًا ريم أو أي حاجة بتظهر كده على وش الحمص أو الترمس بنبدأ كده طبعًا بنشيلها، لإن الحاجة دي بتكون طبعًا مش مرغوب فيها، فبنبدأ كده بالمعلقة بنشيلها. وطبعًا هنسيبهم كده لمدة ساعة على النار بيغلوا مع بعض، وبعد كده طبعًا هنطفي عليهم. خلاص هو كده بدأ يستوى معايا الحمص وكمان الترمس. هاغطّي عليهم لمدة ساعة بالضبط في مَيّة الغلية دي، وبعد كده طبعًا هنبدأ نغسلهم كويس جدًا، وكمان أنا كده غسلتهم. هنبدأ طبعًا نقدّمهم مع بعض. الفول طبعًا مش هيترفع على النار، هو خلاص اتنقع في المَيّة وغسلته كويس جدًا. وكمان مش هتبدئي تملّحي حاجة أو تسالي العيد كلّها مرّة واحدة. بتشيلي كده الحاجات دي ببوكسات كده أو في علب مُغلقة كويس جدًا في التلاجة، وبتطلّعي كده على قد الأكل بس أو على قد تقديمِك لضيوفِك. بدأنا كده جِبنا كوبايتين كبار من المَيّة، ضِفت عليهم 3 معالق من الملح، وكمان معلقة شطة، عندِك هريسة شطة ماشي لو متوفرة، وكمان معلقة بابريكا. عصرت كده عصير ليمون، طبعًا بتكتّري أو بتزوّدي الليمون اللي أنتِ حاباه. التسالي طبعًا بتحب كده معانا الشطة في العيد وكمان الليمون. بتعصري كده ليمون براحتك خالص وبتقلّبي كده، وهنبدأ طبعًا نضيف الخلطة السحرية دي على التسالي بتاعة العيد، بتدّي طعم جميل جدًا. هنبدأ كده بالفول، وطبعًا بتسيبيهم كده في المحلول ده لمدة ساعة، وتبدئي كده بتقدّميهم لضيوفِك. كل سنة وأنتم طيبين. جرّبوا الوصفة سهلة جدًا، وكمان لو مستعجلة كده واتأخرتِ في تسالي العيد، المَيّة كده السخنة هتسرّع معاكِ عملية السِوَى بتاعها، مش هتاخد معاكِ 3 ساعات إن شاء الله. هاسيبهم كده لمدة ساعة، وهنرجع كده مع بعض تاني عشان وقت الفيديو هنقدّمهم مع بعض. طبعًا أنا هنا سِبتهم لمدة ساعة. هنبدأ كده نقدّمهم، بتقدّميهم في أي طبق تقديم. مش متوفر عندِك طبق تقديم، في طبق كبير أو على صينية كده، بتقدّمي طبعًا في أطباق صغيرة، أي طريقة المهم ترحّبي بضيوفِك. وكمان ما تكسّليش عن تسالي العيد وتجرّبيها وتعمليها بالطريقة دي، سهلة جدًا، فيديو سريع جدًا. كل سنة وأنتم طيبين. عملناه بطريقة سهلة جدًا، طعمه لذيذ جدًا، إن شاء الله الفيديو يعجبكم. كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.